السلام عليكم. يا رب كله بخير. كلمة كده. موضوع الضحية، ما تعيش دور الضحية لما انت معرفتش تحقق حاجة في اي هدف ليك، سواء الهدف ده اللي انت كنت عايز تحققه، فما تعيش دور الضحية علشان خاطر انك انت موصلتلهوش. امال اعمل ايه؟ اعرف انك انت السبب في الوضع اللي انت فيه دلوقتي، اعرف انك انت السبب في انك انت لغاية دلوقتي ما حققتش هدفك ولا وصلت له، سواء خد معاك وقت او بقالك فترة بتحاول. المهم ان الموضوع بتاعك انت، في ايدك انت. يعني مش ابوك السبب ولا امك السبب ولا اخوك السبب ولا اختك ولا حد في الشغل ولا الجار ولا الوظيفة ولا حاجة من الحاجات دي كلها. الموضوع في ايدك انت، بتاعك انت. انت السبب في كل اللي انت فيه دلوقتي، وانت السبب في افكارك اللي مخلياك في الوقت الحالي العيشة اللي انت عايشها. مش معاك فلوس، مش عامل لنفسك حاجة، مش محقق هدف من اهدافك، فده اسقاط، ده عايش دور الضحية. لكن لما تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، انا السبب، انا السبب في وضعي الحالي دلوقتي، في اللي انا فيه دلوقتي، سواء وضع حلو او وحش. لكن امتى اعرف ان هو وحش وامتى اعرف ان انا عايش دور ضحية؟ لما الاقي نفسي بقول فلان اللي هو السبب في ان انا محققتش هدفي، او في ان انا مش معايا الفلوس، او في ان انا ما وصلتش للحاجة اللي انا عايز اوصل لها. مفيش حد سبب، انت السبب في اللي انت فيه دلوقتي، سواء حلو او مش حلو، وبالاخص لو مش حلو بقى انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده. لو قلة الفلوس يبقى انت اللي ما فكرتش ازاي تبقى غني ويبقى معاك فلوس وتعمل بيزنس. ماشي. لو وضعك الصحي مش كويس يبقى انت اللي مش بتعمل